فيلمنا بيبدأ مع راجل معاه بندقية وبيتحرك ناحية البيت، وبيكون في البيت ده طفلة اسمها ماديلين وأمها اللي بتقول لها إن أبوها مش بيشتغل دكتور زي ما هي فاكرة، ده بيقتل الناس. وبتشوف ماديلين الراجل من الشباك فبتخاف وتجري تستخبى في أوضتها. وبيدخل الراجل وبيقول للست إن اسمه لايوتسفر 7 وإن جوزها قتل عيلته كلها وبعدين بيقتلها. وبيطلع لأوضة ماديلين فبتضربه بالمسدس وبتسحبه بره البيت، لكن بيصحى وبيجري وراها وبيتكسر التلج وبتقع لكنه بيشدها وبينقذها. بنشوف ماديلين بعد ما كبرت وهي بتعوم في البحر، بتفتكر الذكريات دي وبتخاف. وبيجي جوزها جيمس بوند وبياخدها وبيروحوا الفندق، وبتقول له ماديلين انه لازم يسامح فاسبر عشان ينساها، وانهم لازم ينسوا الماضي ويبداوا حياة جديدة. وبتكتب كلمة الرجل المقنع في ورقة وبتحرقها وترميها عشان تنسى الماضي. بيروح بوند عند قبر حبيبته القديمة فاسبر وبيقول لها انه اشتاق لها وبيودعها، وبيلاقي كارت منظمة سبكتر وفجأة بينفجر القبر. وبيقوم بوند وبيجري وبيلاقي ناس بتضرب عليه نار، فبينط من على الكوبري وبيمسك واحد منهم وبيحاول يقتله، فبيقول له ان بلوفيلد بيبعت له تحياته وبيسأله هو عارف ان ماديلين تبقى بنت سبكتر. بيروح بوند للفندق وبيتخانق مع ماديلين وبيكون فاكر انها بلغت سبكتر عن مكانه، وبياخدها وبيهربوا منهم وبيضربوا عليهم نار. وبيتصل بلوفيلد بماديلين وبيقول لها ان ابوها هيكون فخور بيها، فماديلين بتقول لبوند انها مش فاهمه حاجه وانها ما خدتوش. وبيوصلوا عند محطه القطر وبيودعها بوند وبيقول لها انها مش هتشوفه تاني. بنشوف بعد مرور 5 سنين بتهجم منظمه سبكتر على معمل ابحاث، وبيتصل لايوستفر 7 بدكتور فالدو اوبروتشيف وبيقول له انهم جايين لكن مش هيقتلوه لانهم محتاجينه. فالدكتور بينقل كل حاجه على الفلاشه، وبيوصل افراد سبكتر وبيخلوا الدكتور يديهم عينه الحمض النووي، وبيفجروا المعمل وبيخطفوا دكتور اوبروتشيف وبيهربوا. وبتعرف المخابرات البريطانية بالحادثة، لكن ام بيرفض انه يعلن الحقيقة. وبتسأله السكرتيرة ماني بيني عن مشروع هيراكليس لكنه مش بيرد عليها، وبيسألها عن مكان العميل 007. بيكون بوند قاعد على الجزيرة وبيروح له فيليكس ولوجان آش وبيطلبوا منه يساعدهم في عملية جديدة، وبيقولوا له ان الدكتور اوبروتشيف اتخطف من معمل سري تبع المخابرات البريطانية، واللي خطفوه موجودين في كوبا وهم لازم ينقذوه منهم، لكن بوند بيرفض. وبيركب بوند عربيته عشان يروح لكن بتتعطل، وبيقابل واحدة اسمها نومي وبتوصله لبيته وبتقوله انها عميلة جديدة ورقمها 007 وده نفس الرقم بتاعه لما كان شغال في المخابرات البريطانية. وبتكلموا عن المهمة فبيقول لها تقول لام انه ما يبقاش شغال لصالحه. وبعدها بوند بيوافق على المهمة وبيسافر لكوبا، وبيقابل بالوما شريكته في المهمة وبيروحوا للحفلة اللي فيها دكتور اوبروتشيف عشان ينقذوه، وهناك بيشوفوا عملاء كتير تبع سبكتر. وبيقول بوند البالوما ان دي حفلة عيد ميلاد بلوفيلد لكنه مش موجود هنا لانه في السجن، لكن بلوفيلد بيكون شايف الناس في الحفلة وبيتواصل معاهم من خلال عين الكترونية. وفي الوقت ده بيكون دكتور اوبروتشيف موجود مع واحد من العملاء سبكتر وبيعمل مسح للحمض النووي وبيطلع فلاشة تانية كان مخبيها وبيستخدمها، وبيدي الأنبوبة للعميل فبيروح يحطها في جهاز بيوزع الهواء. وبيرحب بلوفيلد ببوند وبيقول له ان فات الاوان ومش هتقدر تهرب، وبينتشر الحمض في الجو لكن بيموت كل عملاء سبكتر بدل ما بوند هو اللي يموت. وبتقبض بالوما على اوبروتشيف لكن بتيجي نومي وبتاخده منهم، وبيحصل بينهم ضرب نار وبيقدر بوند ياخد اوبروتشيف ويركبوا طيارة وبيوصلوا عند المركب اللي فيها فيليكس ولوجان آش. بيسأل بوند الدكتور اوبروتشيف ازاي هو ما ماتش وكل عملاء سبكتر هم اللي ماتوا، فبيقول له انه غير حمض النووي عشان يقتلهم زي ما اتفق مع ام. وبيسأله بوند ازاي بلوفيلد عرف انه موجود في الحفلة، لكن لوجان آش بيمنعه انه يتكلم، وبيطلع انه شغال مع لايوستفر 7 وبيتخانقوا معاه، وبيحبس بوند وفيليكس في قبو المركب وبيفجرها وبياخد دكتور اوبروتشيف ويهرب في الطيارة. وبيكون فيليكس مصاب برصاصة وبيحاول بوند ينقذه لكن مش بيقدر وبيودعه وبيخرج من المركب وبيموت فيليكس. بيروح بوند يقابل ام اللي بيقول انه اختفى بعد ما تعاقد لدرجة انهم افتكروه مات، وبيقول له بوند ان بلوفيلد حاول يقتله وان في حد سرق السلاح بتاعه وقتل بيه كل عملاء سبكتر وخد السلاح وهرب، وهم دلوقتي ما يعرفوش السلاح ده في ايد مين. وبيطلب منه انه يوصل لبلوفيلد لكن ام بيرفض وبيقول له ان ده اخر فرد موجود في منظمة سبكتر. ماني بيني بتاخد بوند وبيروحوا البيت كيو وبيتفاجئ بيه لانه كان فاكره ميت. بيطلب بوند منه انه يفحص الفلاشة بتاعة دكتور اوبروتشيف لان في حاجة بتحصل ليها علاقة بمشروع هيراكليس. فكيو بيفحص الفلاشة وبيقول لهم ان عليها بيانات احماض نووية خاصة بناس كتير جدا، وبيطلب منه بوند انه يوصله لبلوفيلد لكنه اكيد عارف مين الناس اللي ورا الحادثة دي، لكن كيو بيقول له انه مش بيرضى يتكلم مع حد غير الدكتورة النفسية بتاعته. بنشوف الدكتورة النفسية بتاع بلوفيلد وبتطلع ماديلين،
وبتروح تقابل مريض جديد في المستشفى وبيحكي لها عن نفسه وإن أبوه مات وهو صغير، وبيديها صندوق صغير وبتفتحه بتلاقيه فيه قناع، وبتعرف إن ده لايوتسفر 7 اللي قتل أمها، وبيطلب منها تروح تقابل بلوفيلد وبيديها إزازة فيها سم وبيهددها لو ما عملتش كده هيقتل أهم حد في حياتها. بيرجع بوند يشتغل تاني مع المخابرات البريطانية وبيكون العميل 007، وبيقول كيو إنهم لما فحصوا عينات الدم لواحد من عملاء سبكتر اللي ماتوا وكمان لقرايبه اللي لمسوا الجثة لقوا إن في فيروس انتقل لدمهم عن طريق اللمس، وإن سلاح هيراكلس ده سلاح بيولوجي مصمم عشان يستهدف شخص معين وكل قرايبه اللي من دمه. بتحط مادلين السم في إيديها عشان تقتل بيه بلوفيلد زي ما لايوستفر 7 قال لها، وبتدخل هي وبوند عشان يقابلوا بلوفيلد، لكن بيتخاف وبتخرج، وبيتكلم بوند معاه وبيطلب منه يقول له مين اللي قتل عملاء سبكتر في الحفلة وهو هينقذ حياته، لكن بلوفيلد بيرفض وبيقول له إن هو اللي فجر قبر فاسبر وإن مادلين ملهاش علاقة وهو ظلمها وسابها وافتكر إنها خانته، وإنه عمل كده عشان يدمر حياته زي ما هو دمر له حياته، وبيقول له إن مادلين عندها كل الإجابات. بيتعصب بوند وبيخنقه وبيموت بلوفيلد بسبب السم اللي كان في إيد بوند اللي اتنقل له لما لمس إيد مادلين. بيروح بوند لمادلين وبيقول لها إنه ندمان إنه سابها، وبيشوف بنتها الصغيرة ماتيلدا وبيكون فاكر إنها بنته، فبتقول له إنها مش بنته، وبيسألها مين إداها السم عشان تقتل بلوفيلد، فبتحكي له إن زمان بلوفيلد قال لأبوها يقتل عيلة فراح وقتلهم، لكن ابنهم ما ماتش وجالهم البيت عشان يقتل أبوها، لكن ما كانش موجود فقتل أمها واسمه لايوتسفر 7، ودلوقتي رجع عشان ينتقم من بلوفيلد. بيقول بوند لكيو يحدد مكان لايوستفر 7 وبيعرفوا إن موجود على جزيرة عليها مصنع كيميائي، وده معناه إن 7 بيصنع هيراكلس هناك، وبيعرف بوند إن لوجان آش جاي لهم في الطريق، فبياخد مادلين وبنتها وبيهربوا وسط مطاردات رجالة 7 وبيخبيهم في مكان جوه الغابة وبيروح يقتلهم وبيقتل لوجان، لكن بيوصل 7 للمكان اللي مادلين وبنتها مستخبين فيه وبيخطفهم وبيهرب وبياخدهم للجزيرة، وبيقول لمادلين إنه معاه إزازة صغيرة فيها الحمض بتاعها وإن لو حد من قرايبها لمسه هيتنقل له الفيروس، وبيقول لها إنها حبت واحد قاتل وخلفت منه بنت وإنه سابها، لكن هي مستعدة تعمل أي حاجة عشان كده بيهددها بالحمض والفيروس، وبياخد منها بنتها وبيكون خايفة عليها وبتقول لها ما تلمسيش حاجة. بيوصل بوند ونومي للجزيرة وبيدخلوا المصنع وبيلاقوا دكتور أوبروتشيف وبيعرفوا إنهم بيصنعوا فيروس جديد وهينشروه للعالم، وبيقول بوند إنهم لازم يدمروا المصنع كله، وبيكلموا 7 وبيقول له إنهم لازم يتكلموا، وبيروح بوند يقابله وبيقول له 7 إنه هيديله بنته ويسيبه ويمشي مقابل إنه يسيب له مادلين، وبيقول له إنه بيصنع هيراكلس عشان العالم يتطور وما يفضلش مكانه وعشان يساعد الناس تنسى. فبوند بيعمل نفسه موافق على كلامه وبيطلع المسدس وبيضرب عليه نار، لكن 7 بينزل بسرعة من فتحة في السقف. بيروحوا بوند ومادلين يدوروا على ماتيلدا وبيلاقوها مستخبية، وبيقول كيو إن في سفن بتتحرك ناحية الجزيرة عشان يشتروا الدواء اللي صنعوه، وبتروح نومي تقتل دكتور أوبروتشيف ورجالة 7 وبتاخد مادلين وبنتها وبيهربوا من الجزيرة، وبيفضل بوند لوحده على الجزيرة وبيطلب من يبعت صواريخ عشان يفجروا الجزيرة كلها عشان ينقذوا العالم، وبيستعدوا عشان يفجروا الجزيرة، وكيو بيقول للبوند إنه لازم يفتح البوابات المضادة للتفجير عشان الصواريخ لما توصل تفجرها. فبيروح بوند عشان يدور على غرفة التحكم وبيقابلوا رجالة 7 وبيحاولوا يقتلوه لكن بيقتلهم كلهم، وبيوصل لغرفة التحكم وبيفتح البوابات وبيروح عشان يخرج من الجزيرة، لكن بيلاقي إن في حد بيقفل البوابات وبيجي 7 وبيضرب عليه نار، فبوند بيضرب عليه نار وبتتكسر الإزازة اللي فيها حمض مادلين وبيلمسها بوند فبيتنقل له الفيروس، وبيقتل 7 وبيطلع على غرفة التحكم تاني وبيفتح البوابات وبيقول لكيو إن الصواريخ قربت توصل للجزيرة وهو لازم يخرج، وبيسأله بوند إزاي يتخلص من السم لو دخل جسمه، فبيقول له إنه مادام دخل دمه بيفضل موجود للأبد، فبيقول له إن ده الحمض النووي بتاع مادلين وده معناه إنه لو لمسها أو لمس بنتها فهيأذيهم. وبيتكلم بوند مع مادلين وبيودعها وبيقول لها إنه مش هيرجع تاني لأنه اتصاب بالفيروس، وبتوصل الصواريخ للجزيرة وبتفجرها وبيموت جيمس بوند. بكده يكون خلصنا ملخص فيلم النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت تقولوا لنا عايزين تشوفوا ايه في الحلقة الجاية. السلام عليكم.